أعزائي التلاميذ، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والذي سنتطرق فيه إلى مبرهنة فيثاغورس المباشرة. أرجو لكم حسن المتابعة والإصغاء حتى تتمكنوا من فهم مبرهنة فيثاغورس جيدا. نعتبر مثلثا قائم الزاوية بحيث طول ضلعي زاويته القائمة هما A و B وطول وتره C. ننشئ مربعا طول أضلاعه C وهو الملون باللون البني، ومربعا طول أضلاعه B وهو الملون باللون الأصفر، ومربعا طول أضلاعه A وهو الملون بالأزرق. وعليه فمساحة المربع الأزرق هي A+2، ومساحة المربع الأصفر هي B+2، ومساحة المربع البني هي C+2. لاحظوا الآن مساحة المثلث الأخضر كم تساوي يا ترى؟ نعم، فهي تساوي نصف مساحة المربع الأصفر. عند إزاحة هذا الرأس في الاتجاه الموازي لحامل الضلع المقابل له فإن مساحته لا تتغير كما رأينا في شريط سابق. وعند إدارته بربع دورة بهذا الشكل ونقوم بإزاحة هذا الرأس في الاتجاه الموازي لحامل الضلع المقابل لهذا الرأس فإننا نلاحظ أن المساحتين الملونتين بالأخضر متساويتان. وإذا قمنا بتكرار نفس العملية على المربع الأزرق كما سترى فإننا نلاحظ أن المساحتين الملونتين باللون الوردي متساويتان، وبالتالي فمساحة المربع الأسفل هي مجموع المساحتين A+2 و B+2. وبما أن مساحة هذا المربع هي C+2 فإننا نستنتج أن C+2 يساوي A+2 زائد B+2، وهذه العلاقة هي التي تسمى بمبرهنة فيثاغورس المباشرة. لنقم الآن بصياغة نص مبرهنة فيثاغورس المباشرة. إذا كان مثلثا قائم الزاوية بحيث A و B هما طول ضلعي زاويته القائمة والC هو طول وتره، فإن مجموع مربعي طولي ضلعي زاويته القائمة يساوي مربع طول وتره، وبذلك نكون قد حصلنا على العلاقة A+2 زائد B+2 يساوي C+2. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدرس، وإلى درس مقبل إن شاء الله.